بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل النهارده وصفة بجد خطيرة رهيبة. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، هعمل كيكة بدون بيض، طريقتها سهلة جدا، وهزينها ببساطة جدا، وهتبقى شكلها حلو قوي. هتتقدم كأنها جاتوهاية تورتاية، كأنها حاجة حلوة قوي انت بتعملها بحب. معايا في المقادير بتاعتي كوباية سكر، كوباية الا ربع سمنة على زيت، رشة فانيليا، رشة ملح، نص كوباية مية. هضربها ضربة في الخلاط لغاية اما تتقل معايا كده، واقوم راح انزل عليها بكوباية حليب سخن، واسيبها تتضرب في الخلاط حوالي 5 دقايق مش متواصلين. اضرب شوية وافصل لغاية اما تبيض ويبقى قوامها زي ما انتوا شايفين كده معايا. زي ما انتوا شايفين كده ابيض وشاهي كده. معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة بيكنج باودر، وهنخلهم. انا نخلهم مرتين وهرجع انخلهم مرة كمان بالبيكنج باودر. بيديني هوا وبيديني هشاشة للكيكة بتاعتي، ويبقى طعمها حلو قوي. هقلب حلو قوي، هتبقى تقيلة، مش هتبقى ده قوامها، ومش هنخبزها كده عشان ما تبقاش معجنة معانا، او تبقى تقيلة ان هي مكتومة. معايا نص كوباية حليب سخنة برضو، دي بتديني قوام حلو. هتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت، وهتبقى الكيكة بتاعتي خلصت. بسيطة جدا وسهلة جدا، وبجد طريقتها من اسهل ما يكون. هتخبزيها في الفرن. الفرن بتاعك بيكون مسخن وانتي بتجهزيها. هنزلها في الصينية ديت. الصينية دي كبيرة عليها، بس انا قصدا ان انا اعملها كبيرة، وعايزاها رقيقة مش تخينة. هعمل المعلقة السيليكون بتاعتي فيها كده رايح جاي، علشان لو فيها اي فقاقيع او اي هوا يخرج منها، علشان تبقى كلها واحد. خبزتها في الفرن وطلعت بالشكل الجميل دوت. زي ما انتم شايفين كده، الظهر بتاعها بيتقشر. انا اتكيت عليها وهي سخنة، فدخلت في الشبكة الحديد دي. شايفين ما شاء الله بيضة وجميلة جدا، وهشة جدا جدا، وطعمها في منتهى الروعة. بألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. لو وصلتوا معايا للنقطة دي يا ريت لايك وشير وكومنت حلو تشجيع منكم ليا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميلة جدا. قومي كده وشجعي واعمليها، سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا. معايا كوباية كريم شانتيه، نص كوباية سكر. انا سبت الكيكة بتاعتي تهدى ونعمل الكريمة بتاعتنا. نص كوباية سكر، كوباية كريم شانتيه، معايا مية متلجة هنزل تدريجي، معايا كوباية هنزل تدريجي لغاية ما يبقى قوامها معايا حلو. ضربتها حلو كده وسبتها دقيقة، ورجعت ضربت تاني عشان القوام يتقل معايا بسرعة وما ياخدش مني وقت. التركاية دي برضو تاخدوا بالكم منها، حلوة. زي ما انتوا شايفين كده ما خدتش وقت اهي، بسرعة ضربت وتقلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ده قوامها. القوام ده حلو معايا، هيناسبني في التشكيل بتاع الكيكة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميلة جدا. قوموا كده وشجعوا واعملوها حلوة قوي بجد. لو جايلك ضيوف وقدمتيها جميلة جدا. دي الكيكة بتاعتي بعد ما قشرت وشها وجنبها، حطيتها في صينية بيتزا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ومعايا كوباية حليب ساقعة. سقيتها كده زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى طرية وجوسي معايا. نزلت بالكريمة بتاعتي، نزلت بنصها او اكتر من نصها بشوية. هساوي الوش واخليه كريمي كده ومتساوي زي ما انتوا شايفين. معايا سكرابر، هساوي الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اخليه ملمسه يكون ناعم، ويبقى سوا واحد، ما يبقاش حتة نازلة وحتة طالعة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وحطيت الكريمة بتاعتي بقيتها في كيس حلواني، وحطيت فيها بالبلة اللي هي ايه بتاعة البودفور زي ما انتوا شايفين كده. اللي في ايدي ده انا بزين بيه حروف الكيكة. دي حروف الكيكة اللي احنا قطعناها الناشفة البنية، زودت عليها ربع معلقة صغيرة كاكاو عشان تديني اللون الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. ممكن تستبدلوها وتستغنوا عنها ببسكوت، نديله فرمة حلوة كده في الكبة ونزين بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. والكريمة بتاعتي، ومعايا فاكهة مسكرة اللي هي اللي احنا مجففينها. انا كنت عاملاها وما نزلتهاش فيديو ليكو.
زي ما انتوا شايفين كده هزين بيها جميلة جدا وبتدي شكل في منتهى الجمال. لو متوفرة عندك ممكن تستخدميها، لو متوفر عندك فاكهة عادية ممكن تزيني بيها، هتبقى تحفة بجد وهيبقى شكلها روعة. زي ما انتوا شايفين كده التزيين بسيط، حاجة سهلة جدا بس بتدي شكل حلو وطعم حلو جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن. يا ريت تدعموني بلايك وكومنت حلو تشجيع منكم ليا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله على جمالها، جميلة جدا وشكلها تحفة بجد. كل اللي كشفها قال لي جميلة. شايفين ما شاء الله بسيطة جدا وما خدتش مني وقت وسهلة جدا جدا. شايفين ما شاء الله على الجمال وتناسق الالوان، شكلها مبهر. هنقطع بقى ونشوف الجمال من جوه. يا ريت لو في ميه سخنه جنبنا نغسل السكينه او نمسحها علشان ما نبهدلش الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده من سهولتها يا جماعه، والله ما هتصدقوا ان دي معموله من غير بيض. وده انتوا شايفين المقادير بتاعتي في اول الفيديو من غير ولا بيضه واحده. وطريقتها جدا جميله جدا. يعني انا لو ما عنديش بيض مش هعمل كيكه، لا هعملها وهعملها حلوه قوي. وطريقه بسيطه جدا وهتخليها في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله على جمالها. بقطعها كأنها بقطع تورتاية او جاتوهاية. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله على الجمال. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن. زي ما انتوا شايفين كده جميلة جدا والكيكة هشة جدا وطعمها في منتهى الجمال. جربوها وابعتولي في التعليقات. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله على الجمال والالوانات شكلها جميل جدا، روعة بجد. شايفين ما شاء الله جوسي من قلبها وجميلة جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. ما تنسوناش باللايك الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.